هاي جايز، طبعا بما انه اكثركم قال لي سالفة البنطلون في التصويت، سويت تصويت بالمنتدى واكثركم قال يبون البنطلون، اقول سالفة البنطلون، فيلا راح اقولها الحين لكم. طبعا هي في روبلوكس فيلا اقولها. طبعا انا كنت ثاني مرة اشحن، انا اصلا مرتين بس شحنت في روبلوكس. طيب المرة الاولى ما كانت من كود، طيب كانت مدري نسيت وش الطريقة، بس انه كان مو بكود قال شفت. المهم كنت ما أعرف للكود، وثاني مرة شحنت بالكود. طيب فأنا يوم جيت أبربز، جيت أحاول، نظرت طريقة قبل لا أجيب هذا الكود، نظرت طريقة واحدة بس كيف أشحن، وهي أصلا ما كانت نفس طريقتي، لأنه كان فيه شوي يعني اختلافات في الأشياء، مثلا ما يطلع لي نفس اللي يطلع لهم زي كذا، تعرفون لين إني شو اسمه أحط طريقة من مخي. كيف ما أعرف. طبعا أنا كل حياتي أحط طرق من مخي، بعضها تضبط بعضها ما تضبط، كل شيء. المهم رحت انا احوس لين حطيت حوس اضغط جوجل كروم، لين جوجل كروم وكل شيء احوس فيه سفاري وحالة. المهم لين لقيت جهة وحطيت فيها الكود وكل شيء وخلاص شحنت. بس لا علي شحن، واذكر كنت خربطة وحسابي ما نسيت ايميله وحالتي حالة مدري شنو مدري وشو، ولما لقيت الحمد لله الايميل لقيت كل شيء، وكان مرة الجو حتمة مو حتمة يعني كل الصراخ. المهم الحمد لله قدرت اشحن بالنهاية بعد ايش ما شاء الله تعبت حرفيا. وصار معي 1000 الحمد لله بعد ايش عقب 1000 فلوس انهارت جدا. طبعا ثم رحت ابى اشتري الاشياء، كنت ابي اجدد اشياء. طبعا اوكي جايز يوم رحت اشتري رحت عند بناطيل، كان نفس البنطلون حطكم اياه، كان عاجبني قد شفته وعجبني شكله. طيب خلاص اوكي بروح اشتري. رحت ادور الا القاه، وطرت من الفرحه عندي الساعه تقريبا هي اكثر من ساعه احوس ادوره وحوس اشحن مدري ايش. فالحمد لله على طول يعني وش بسوي مثلا هذا بشحنه، بس انا ما ركزت بولا شيء حرفيا ولا شيء في البنطلون، ما ركزت، بس شفت اوكي نفس عليه فراشات نفس اللي انا ابغاه على طول شحنته. فجاه اركز انا يدي كذا تحركت من يعني ما ادري مين يحركها، تحركت ودفعت تقام كم 500 تخيلوا. ياك كم 500 تخيلوا. المشكلة انه هو نفسه انا كنت عارفة سعره 5 ريال تقريبا من فرحة. واو لقيت الله هذا اللي انا ابغاه، اصلا من زمان كان ودي اياه وانا كنت يعني ودي اياه، ويوم جيت على طول يدي تحركت يوم شفتها ثم دفعت. تخيلوا لا صح اني فرحت وحزنت بنفس الوقت. فرحت قلت ما ادري كذا، ما كنت اعرف اقول مين بالضبط ولا يعني ما عرفت شو اسوي. يا اخي بغيت اسطر نفسي كف حرفيا، بغيت اسطر نفسي كف. اوكي جد بغيت اسطر نفسي كف. والله العظيم شيء يقهر. 5 ريال دفعت عليه 500 هذا اشتري فيها مشية، اشتري فيها شعر، اشتري فيها اي شيء اتبرع. طبعا بالنهاية بقالي 500 روبلكس صح ثانية، اشتريت فيها مشية، اشتريت فيها شعرين يمكن، وتبرعت في الباقي، تبرعت فيها زيادة لبس اللي شريت ملابس زي كذا، ولا الان ترى بقالي منها الحمد لله، صار فيها بركة يوم تبرعت. رحت ما بالتبرع تبرعت شو اسمه كم شخص والله ما ادري نسيت، لأن من زمان شوي مجال. لا والله ما ادري انا ما شو عرفت الناس بمتاجرهم، دخلت معاه بعضيتهم خلاص والله ما اللي دخلت الحين عادي. اصلا هي حسابها هي شحنت معي بس ما ادري ايش صار في حسابها. بحط لكم اياها واذا تعرفون تحلونه علمونا. اوكي نسيت تكونوا متابعين يعلمونا وش نسوي صح. المهم عليكم الحين المفروض تختين فيلم شبكتين سبونج. المهم طبعا تعرفون انا ما بحس كيت لانه 500 ترى مو ب 5 روبوكس ترى يعني واجد 500، فطبعا ما راح اسكت. رحت ابي اشوف طريقة او اي شيء بسويه، بهبط اي شيء، اهم شيء يفيد معانا شيء. طبعا رحت ايش سويت انا؟ رحت حست في روبلوكس ايش اسوي مدري ايش، ولقيت رحت بحثت باليوتيوب طريقة، غصت في اعماق اليوتيوب، شفت طرق كلها كذب. زودت اشياء من عندي، رحت
أخذت أشياء من عندي زودتها وضبط. تخيل ضبط معي، لا تسألوني كيف، والله ضبط. طبعا أنا ما كنت حاسة إنه ضبط معي، ما كنت داري عن شيء أصلا، أنا بكبري ما كنت عارفة شيء، ما كنت أدري أنا وش سويت أصلا، صح علي ولا غلط. كذا هبت ثم فجأة بعد تقريبا مرور 9 شهور متخيلين 9 شهور رحت عند أبردة روبلوكس. طبعا نسيت السالفة مرة وخلاص، ما نسيت السالفة نهائي. إلا لما فترة دخلت عند بريد جوجل، سبحان الله ربي اللي خلاني أروح. الحمد لله إني رحت هناك عند هذه الصفحة، ما كنت أدري إيش كنت رايحة أسوي فيه، بس كنت رايحة أسوي شغلة في حسابي. اللي اكتشفت إنه مرسلين لي رسائل روبلوكس واجد. طلعت وصل لهم، قريت ايش كتبوا لي، طلع إنه وصل لهم طلبي إني أنا أبغى يرجعوا لي فلوسي. طبعا ما رجعوا لي، طبعا كتبوا لي، طبعا ردوا لي روبلوكس. طبعا اكيد يعني ردوا 9 شهور ما يرد، 9 شهور ما يردوا. طبعا هم ردوا عقب ما سويت الحركة ب3 أسابيع، بس انا قعدت 9 شهور ما شاء الله ضايعة، ماني يمهم. طبعا الحين بقرا لكم ايش كتبوا لي. حسابك مؤهل للحصول على رصيد روبلوكس للعناصر التي اشتريتها والتي لم يعد من الممكن أن ترتديها صورتك الرمزية. لتلتقي الائتمان يرجى مراجعة وقبول شروط الاتفاقية. نحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب مع خالص طبعا معناته إنهم راح يرجعون لي، أتوقع يعني هذا اللي فهمت على كلامهم. المقصود يعني من كلامهم إنهم راح يرجعون لي أتوقع الفلوس حقتها أو شيء زي كذا يعني. أنا جتني رسائل زيادة، أنا قلت لكم من جتني 3 رسائل من نفس الشيء، إنه نفس الطلب اللي أنا طلبته، إنهم يرجعوا لي فلوسي البنطلون أو يبدلوا لي البنطلون في الرخيص. أوكي، لأن أنا بالغلط. أوكي طيب، فعقب ما وصلتني هذه الرسالة إني أكيد إنهم راح يسوون شيء. أوكي يعني هم قالوا راح نتأكد زي كذا. طبعا جاني الرسالة الثانية، راح أعرفها لكم الآن وأقراها لكم. المسج اللي أرسل لي روبلوكس، فريق روبلوكس بالأدق: مرحبا، في التاريخ كذا وكذا قمت بشراء عنصر ملابس الصورة الرمزية الذي لم يعد من الممكن أن ترتديه الصورة الرمزية الخاصة بك. طبعا أنا سويت بلاغ أتوقع قبل 9 شهور بالضبط، خلاص الظاهر متأكدة يوم شفت التاريخ، الظاهر إنه قبل 9 شهور الله. طيب أنا سويت بلاغ إني ما عاد أحتاج هذا اللبس، أو بشكل عام أنا ما أبغى أو شريته بالغلط زي كذا. طيب ثم قالوا لي تمت إضافة مبلغ إلى حسابك روبلوكس. هم كتبوا المبلغ، أقول لكم إياه. توقعون ضافوا لي 500 ولا ضافوا لي أقل؟ توقعتك يا ربي، يلا خلاص أنا ماني ملمحة. طيب توقعتوا شو اسمه، رجعوا لي بس 5. تخيلوا، بس حسيت مرة حلو، أنا سويت شيء جديد يعني ما أدري، سويت شيء حلو، بس إنه لا أنا ما انتبهت إنهم رجعوا لي 5 وأنا شريت فيها ولا وش السالفة، وش صار؟ المشكلة البنطلون لسه أتوقع إنه عندي، ما أدري، شكلي بروح أتأكد الحين. والله من زمان ما شفت البنطلون ولا حتى استعملت، كرهته يوم شريته بالغلط. طيب أضافوا لي 5 روبوكس وأنا شريته ب500. والله شيء يقهر، لكن الحمد لله يعني إنه صار شيء على الأقل. ولكن أنا سويت هذه القصة عشان تنتبهون لما تشترون ما تصيرون زيي. رحت أتأكد البنطلون لسه عندي ولا لا، لقيته موجود الحمد لله. يعني رجعوا لي 5 ريال وخلوا لي البنطلون برضه، يعني صارت رضاوة شوي، يعني وسط، يعني رجعوا لي 5 ريال وشريته ب500. بس يلا عادي طوافي. بس أنا راح الحين إيش الفايدة بالقصة هذه؟ أول شيء إنه قلت لكم إنكم يعني تحسوا بشعور مرة حلو لما تتبرعون، والله العظيم مرة تحسوا شعور حلو. طبعا أنا يعني ما أحس ما يصلح أقول لكم إني تبرعت أو شيء زي كذا، بس أنا يصلح إذا أنا بقول لكم عشان أخذ عبرة، عشان زي التصدق. أتوقع والله ما أدري، غير فاضية أفتي والله.
قلت لكم المفروض اني ما اقول، بس قلت لكم عشان تسوون مثل ما انا سويته. ما ادري والله اذا هو صدق مثل الصدقة ولا لا، فانا ما راح افتي. بس والله وبعد عرفنا انكم ما تتسرعون على طول، ما تسرعون. انا ما ادري ايش فيها، يدي ضغطت بسرعة بدون اي تفكير. لك ساعة كذا تدورين البنطلون، توك شاحنة تدورين البنطلون لك ساعة تقريبا، واجد طولت وانا ادوره. يوم لقيته اكيد اني راح اروح اشتريه على طول، ماني بمفكرة بولا شيء. فبس والله انتبهوا انكم يعني ما تصيرون تسرعون بسرعة، وبرضو انكم تروحون تتبرعون. وإذا انتم ما عندكم روبوكس، الله يرزقنا ويرزقكم. وبس والله أحبكم.